ازيك يا عزيزي؟ اتمنى تكون بخير. حلقة النهاردة هنتكلم عن الشواذ الجنسي او بالمعنى العلمي اصحاب الميول. طيب قبل ما اجي اكلمك عن هذه القصة، خليني اجي اقول لك هي معنى كلمة شاذ في اللغة العربية. معنى كلمة شاذ في قاموس اللغة العربية معناها مختلف. يعني ممكن يكون حد قالها لك قبل كده يقول لك انت شخصية شاذة، يعني انت شخصية مختلفة. يعني معنى كلمة شاذ في اللغة العربية عادي، لكن في هذا المجتمع دلوقتي فهو معناها يعني انت لو جيت قلت لحد في الشارع انت شاذ هيمسكك يدعكك يا عزيزي. طيب يا عزيزي، هما الشواذ دولت بدأوا منين؟ يعني كانت فين بدايتهم؟ بدايتهم كانت عند قوم لوط. مين هم قوم لوط؟ هم قوم سيدنا لوط عليه السلام. طيب يا عزيزي، ايه الفاحشة اللي هم اتشهروا بيها؟ الفاحشة اللي هم اتشهروا بيها ان هم ايتان شهوة الرجال بدون النساء. يعني كانوا بيمارسوا الشهوة ولكن مع بعض. بمعنى الكلمة بقى والله، هما يعني كانوا بيقتوا الشهوة دولت ولكن مع بعض، رجالة مع بعض من غير النساء. فده طبعا حرام جدا. طيب ربنا عمل فيهم ايه؟ ربنا قلب قريتهم وامطر عليهم مطر كالحجارة من السماء. يعني خلاص دولت ايه؟ انتهوا خالص. طيب ايه اللي رجعهم تاني؟ وهي هولندا لما اعلنت رسميا كده ان عادي الجواز المثلي او عادي. يعني خلاص، يعني انت لو تتجوز راجل في هولندا عادي. طب كان سنة كام؟ كان سنة 2001. وبعد كده هولندا والمكسيك وكندا والمانيا وكله اعلن نفس الحكاية، وبقى خلاص كده ايه، انتشرت جدا في العصر الحديث اللي هو من بعد الألفية. طيب يا عزيزي، ألمانيا بقى اللي انتشر فيها كل الفساد دوت لدرجة ان اخر معادلة عملوها كان من كل 10 ذكور في ألمانيا 5 شواذ. طيب والخمسة التانيين زواني. يعني هم بإذنه يعني لحد دلوقتي في أولاد بيتولدوا من غير أب، مش عارفين أبهاتهم فين. فعزيزي دي حكاية ربنا يتولاهم بقى. طيب هو يعني ده مرض بيكون المدمن دوت مدمن جنس ده بيكون مريض؟ لا، في الحقيقة ان دي بتكون ميول عادي. يعني هو عنده انجذاب عاطفي للشخص اللي قدامه، فدوت مش مرض. وده قرار مش بيقدر يعني ايه، بيكون خارج طبيعي يعني، او بمعنى اصح بيكون عنده انجذاب عاطفي. يعني هفسرها لك ازاي؟ فهو ده مش مرض، هو ده ممكن يكون عنده ميول او انجذاب عاطفي. طيب يا عزيزي، هل الجماعة دولت كانوا بيتكسفوا من اللي هم بيعملوه؟ في الحقيقة بقى لا. انت هتقولي ازاي دول يعني اقول لك لا، دول هم كمان اتخذوا علم ليهم اللي هو هيظهر قدامك دلوقتي، وقالوا ان احنا صح ودي حرية شخصية. طيب يا عزيزي، نتعامل معاهم ازاي دولت؟ مش هينفع اقول بصراحة علشان ما ناخدش بان من على اليوتيوب. فانا مش هقدر اوضح لك اكتر من كده برضه علشان ما ناخدش بان على اليوتيوب. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتصلي على النبي في سرك وتعمل لايك للفيديو، وما تنساش الكومنت. والسلام عليكم.